النهارده هناخد ايه؟ قال لك عندي حضاره جديده هنتكلم عنها وهي الحضاره اليونانيه. ايه الحضاره اليونانيه دي؟ قال لك الحضاره اليونانيه، انا اتكلمت طبعا عن كل الحضارات اللي موجوده في اسيا، اتكلمنا عن الصين، اتكلمنا عن الهند، اتكلمنا عن العراق، اتكلمنا عن فينيقيا، وكمان اتكلمنا عن اليمن والحضاره الاسلاميه. فبالتالي قال لك احنا اتكلمنا عن كل الحضارات اللي موجوده في قاره اسيا. النهارده بقى ناخد اول حضاره موجوده معايا في قاره اوروبا، اللي هي الحضاره مين؟ قال لك اليونانيه. الحضاره اليونانيه دي قال لك ان هي كانت متقسمه زمان الى مدن، وكل مدينه كانت مستقله بذاتها. طيب المدن دي قال لك ظهر عندي بقى عده حضارات، 3 حضارات زيها زي بلاد اليمن. اليمن كان عندي مين؟ قال لك كان عندي معين، كان عندي سبأ، كان عندي حمير. طيب معين وسبأ وحمير دول كان في اليمن. طب هنا بقى قال لك عندي 3 برضه ولكن اسامي مختلفه. عندي مين؟ عندي اثينا، وعندي سبارتا، وعندي كريت. اثينا، سبارتا، كريت، 3 حضارات موجوده في الحضاره اليونانيه. طيب قبل ما ابدا بكل ده او بالحضارات دي لازم اعرف موقع الحضاره انهي. قال لك الحضاره اليونانيه موجوده فين؟ نرسم الخريطه. اول حاجه هبدا بيها الموقع. موقع الحضاره اليونانيه اين توجد؟ طبعا احنا عارفين قاره اوروبا. قال لك ان دي لو كملتها كده هتبقى رسمه قاره افريقيا. طب لو كملت الجهه الثانيه ورحت هناك هلاقي اسيا. طيب اللي انا راسمها فوق هي دي اوروبا. طب قاره اوروبا فين بقى الحضاره اليونانيه بالتحديد؟ قال لك هي كانت جنب حاجه اسمها اسيا الصغرى. اسيا الصغرى هي من اسيا الصغرى دي يا استاذ؟ قال لك المكان ده اهو كان مسمى بايه؟ قال لك باسيا الصغرى. فوقها على طول هنلاقي البحر الاسود، لو انتوا فاكرينه فوقها هنلاقي البحر الاسود. طيب يا استاذ ثواني بقى، اسيا الصغرى ده هي ليه سميت باسيا الصغرى؟ المكان ده حته صغيره جنب اسيا فسمي باسيا الصغرى. تمام. طيب فين بقى الحضاره اليونانيه بالتحديد؟ قال لك في المكان ده اهو هلاقي دي اسمها الحضاره اليونانيه. يعني لو جيت ابص الاقيها في جنوب قاره اوروبا. قال لك الحضاره دي كانت مشتهره جدا، اشتهرت بالعلوم والفلسفه والفنون، يعني كانت مشتهره. طيب وكانت ايه؟ ركز كده معايا. لو انا رحت اهو هلاقي ان هي حضاره اسمها فينيقيا هنا، وتحت هنا هلاقي اللي هي الحضاره المصريه الايه؟ القديمه. يعني معنى كده ان الحضاره اليونانيه دي كانت بتعمل تواصل مع فينيقيا وبتعمل تواصل مع مين؟ مع مصر. مع مصر. ده حقيقه بسبب موقعها الجغرافي المتميز قدرت تعمل تواصل مع ده ومع ده. خلاص. طيب قال لك ان هي برضه تعتبر البوابه الشرقيه لاوروبا. ليه؟ لانها برضه كانت بتعمل تواصل. يعني هي البوابه. ازاي بوابه؟ قال لك لانها كانت بتاخد من هنا وكانت بتاخد منين؟ من هنا وتوصل لنفسها. يعني كانت بتاخد من فينيقيا وكانت بتاخد من مين؟ من مصر. طب ايه الدليل على كده؟ قال لك الدليل ان فينيقيا لما اخترعت اللغه اللي هي اللغه الابجديه اللي اخترعتها، مين اللي اخذها؟ اليونان، ويعملوها اللغه اليونانيه بتاعتهم. قال لك طب ده دليل كافي اهو، يبقى هي اخذت مننا او اخذت منهم من فينيقيا ولنفسها. تمام. يبقى تعتبر من اقدم الحضارات المهمه اللي موجوده في قاره اوروبا. عرفت موقعها جنب اسيا مين؟ الصغرى. طب فين الحضارات اللي انت اتكلمت عنها يا استاذ؟ فين الحضارات؟ ما في اسيا الصغرى وفي قاره اسيا. الحضارات اهي عندنا اهو اسيا، اثينا، وعندنا اهو سبارتا، وعندي جزء صغير تحت كده اسمها كريت. ايه ده؟ يعني هم تركزوا في الحته دي. طب ودي كل دي كان اسمها ايه؟ مقدونيا. طب ما تيجي نفهم الحوار ماشي ازاي ومين اللي جه الاول؟ تعال نفهم. اللي جه الاول هقول عندي بقى فيها 3 حضارات هنكتبهم كده: اثينا، سبارتا، كريت. اثينا، سبارتا، كريت، 3 حضارات كانوا موجودين عندي في هذه القاره. بيعملوا الحضارات دي لهم لازمه؟ قال لك لهم لازمه كتير. اثينا ده اهي كانت حضاره قويه جدا، وهي اللي كانت مسيطره على البلد اليونان كلها من البدايه. حضاره قويه. قال لك كان الحكم بتاعها كان حكم سائد، واعتمدت على الزراعه والصناعه والتجاره، كانت قويه لحد ما دخلت في صراع مع سبارتا. سبارتا دي دخلت معاها صراع. الصراع ده قد ايه؟ قال لك الصراع ده فضل من 431 الى 404. كل ده كان قبل مين؟ الميلاد. صراع كبير حصل ما بين اثينا وسبارتا. ده مش صراع واحد، ده عده حروب سميت بالحروب البلوبونيزيه. خلاص. نسبه لانهم بقى بيحاربوا، فضلوا يحاربوا كتير جدا. فقدرت سبارتا تنتصر على مين؟ على اثينا، وتقدر ان هي تاخد بلاد اليونان. طيب لحد ما جت بقى المشكله الثانيه. ما هي كل دوله بتيجي لوحدها. كريت سيبك منها، انا عايز مقدونيا. مقدونيا بقياده فيليب المقدوني قدر ان هو يسيطر على بلاد اليونان كلها ويسقط الحكم بتاعها. يعني دي الحروب من البدايه. يعني ظهرت اثينا ثم سبارتا ثم ظهرت عندي كريت. سيبك من كريت، انا عايز مقدونيا.
يبقى دي الحروب بتاعتهم، حروب سادت ما بينهم. طيب واحده واحده بقى عشان افهم يا استاذ. هم دول عندي في الترتيب مش في الكتاب بالمنظر ده، انا المنظر اللي موجود قال لك هبدا باول واحده وهي كريت. 1 مينيت. كريت دي موجوده فين؟ قال لك في البحر، هي عباره عن جزيره موجوده في البحر مين؟ المتوسط، على البحر المتوسط اهو. طب هي جزيره هتعتمد على ايه؟ زراعه ولا صناعه ولا تجاره؟ تجاره. التجارة الحرارية. برافو. قال لك هي كانت موجوده في النص اهو، فقال لك ان هي اعتمدت على التجاره البحريه، ده كان اعتمادها. وقدرت ان هي تعمل ايه؟ قال لك قدرت ان هي تعمل تواصل مع مصر. قلنا ان هي يبقى هي اشتهرت بالتجاره. عملت علاقه مع مين؟ قال لك مع مصر. طب ثواني بقى يا استاذ عشان عايز افهم حاجه، هي مصر مش كان فيها عصر عتيق، عصر دوله وسطى، عصر دوله حديثه، عصر متاخر وهكذا؟ قال لك دي بقى تواصلت مع مصر في عصرين، قال لك عصر الدوله الوسطى والدوله الحديثه. طيب في الدوله الوسطى والدوله الحديثه اخذنا منها ايه؟ قال لك هم اخذوا مننا العج والذهب والبردي، يبقى اخذوا مننا الثلاث حاجات، العاج والذهب والبردي. يا سلام، يعني معنى كده ان كريت دي كانت حضاره قويه. قال لك طيب نروح على سبارتا. سبارتا دي بقى كان الحكم بتاعها كان صارم جدا، حكم عسكري صارم. قال لك حكم عسكري ولازم اقول له صارم. ليه يا استاذ؟ قال لك الناس دي لما كانوا الاطفال بتتولد كانوا بيربوها على الايه؟ على القوه. قال لك عشان يعملوا جيش قوي، وده فعلا كان حكمهم. ما هم قدروا ينتصروا على اسنا بالمنظر ده لان جيشهم كان ايه؟ كان جيش قوي جدا. يبقى كانوا بيربوا من اول الاطفال. قال لك من اول ما الطفل اتولد كانوا بيربوه تربيه قاسيه جدا. ليه؟ قال لك عشان يعملوا جيش ايه؟ قوي. يبقى هو كان الحكم بتاعها حكم عسكري ايه؟ صارم. نروح بقى على اسنا اللي كانت اصلا مزدهره. اسنا كانت ازدهرت بايه؟ زراعه، صناعه، تجاره. يا سلام عليكم. اسنا دي اسنا دي موجود فيها اسطوره بتتكلم عن الالهه اسنا، الاله زيوس. ده كان عند اليونانيين اساطير كده هنبقى نتكلم عنها فيما بعد او نبقى نحكيها فيما بعد. لما اصبح عندها زراعه وصناعه وتجاره قال لك ان اسنا دي كانت دوله قويه، فاصبحت ايه؟ قال لك ده قدر يحقق التوازن ما بين طبقات المجتمع. يبقى هم حققوا ايه؟ التوازن. يبقى لما اصبح عندي زراعه وصناعه وتجاره قال لك ده حقق الايه؟ التوازن بين طبقات المجتمع. يبقى دول الثلاث حضارات اللي موجوده عندي. خلاص. طيب قبل ما ابدا بالحضارات انا عايز بس اوضح حاجه مهمه في الموقع بتاع قاره اوروبا زمان وبالتحديد اليونان. قال لك اليونان كانت بتطل على 3 بحار. هلاقي ان انا عندي الاسود ولاقي عندي البحر ايه؟ متوسط، بحرين بس صح؟ انما زمان كانت متقسمه 3 بحار. اللي تحت ده اهو اسمه البحر المتوسط، ما احنا عارفين اصلا. طب فين بقى ايجا والايوني؟ اهو بحر ايجا اهو متوسط عنه وبحر ايوني اهو. يا سلام، 3 بحار بيحوطوها من 3 اتجاهات. عشان كده الدوله الوحيده اللي كان او الحضاره الوحيده اللي كانت قويه وفيها زراعه كانت اثينا او اثينا. يبقى ده هي اثينا وده هي سبارتا وده هي كريت. فهمت الحضارات؟ يبقى السؤال هنا ايه هي الحضاره اللي كانت بتعتمد على التجاره؟ اقول له كريت. ايه هي الحضاره اللي كانت بتعتمد على الزراعه والصناعه والتجاره؟ اقول له اثينا. ايه هي الحضاره اللي كان موجود فيها حكم عسكري صارم؟ اقول له سبارتا. هي ايه سبارتا؟ كانوا عاملين لها فيلم على فكره، فيلم بيتكلم عن الحرب بين اثينا وسبارتا، فيلم جامد. قال لك دي الحضارات اللي عندي، ولكن الحضارات دي ما دامتش كتير لان هتظهر عندي القائد، وهي مين؟ مقدونيا. قال لك دي كانت من ضمن المدن اللي كانت موجوده في بلاد اليونان. مقدونيا دي كانت قويه، اصبحت قويه اكتر لما مسك الملك بتاعها كان اسمه فيليب الثاني. قال لك فيليب الثاني المقدوني ده اهو اتولد في مقدونيا طبعا. قال لك قدر يسيطر على كل اجزاء اليونان ويعمل حضاره قويه جدا لنفسه، لحد ما الناس اصلا ما عادش بتحبه وسموه مات. فيجي من بعده ابنه وكلنا عارفينه الاسكندر الاكبر، او في مقوله اخرى بنقول عليه الاسكندر ذو القرنين او الاسكندر المقدوني. خلاص. هو اللي بيعمل ايه؟ بيعمل على فكره امبراطوريه ضخمه بتضم فينيقيا ومصر وكمان بلاد العراق، واخدهم وبيوصل لحد الهند. يعني الاسكندر الاكبر كان قوي جدا، مات وهو عنده 36 سنه، يعني كان صغير. متخيلين؟ يبقى كده السؤال هنا قال لك مع ضعف الحضارات اللي ظهرت عندي، قال لك ان هي ظهرت عندي مين؟ مقدونيا بقياده فيليب الثاني، وقدر يسيطر على بلاد اليونان، ولكنه توفى وادى الحكم لابنه اللي هو كان ايه؟ الاسكندر
الاكبر. فهمت هذه النقطه؟ نخش على ملامح الحضاره اليونانيه. كالعاده زي ما درسنا قبل كده هنقول ان هم 4 ملامح. اول حاجه عندي الحياه السياسيه، وهي بتنقسم الى 3: دويلات المدن، النظام الارستقراطي، والنظام الديمقراطي. يا استاذ انا عايز افهم دلوقتي ايه دويلات المدن وايه ارستقراط وايه ديمقراط؟ طب واحده واحده. دويلات المدن دي قال لك ان بلاد اليونان زمان كانت مقسمه الى مدن، وكل مدينه ليها حاكم خاص بيها بيحكمها وكمان بيقود الجيش بتاعها. طب ثواني يا استاذ، دلوقتي هو الحاكم لوحده هو اللي بيدير شؤون البلاد؟ قال لك في حد بيساعده، الوزير. قال لك لا، حاجه اسمها المجلس العام. يبقى مين اللي كان بيساعد الحاكم؟ قال لك المجلس العام. فعلا ده حقيقه شبه اللي كان موجود في اليمن، نظام. يبقى المجلس العام كان بيساعد مين؟ قال لك الحاكم. طب الحاكم كان له لازمه؟ قال لك طبعا كان يقود مين؟ الجيش. بيقود الايه؟ الجيش. يبقى الراجل ده هو مهم جدا. يبقى اسمها دويلات الايه؟ المدن. يبقى في البدايه كانت عباره عن مدن، كان كل مدينه ليها اللي كان بيساعد الحاكم وكان بيقود ايه الحاكم؟ يس. نروح على النظام الارستقراطي. قال لك النظام ده كان نظام غريب شويه. ليه يا استاذ؟ قال لك لان ظهرت طبقه اسمها طبقه الملاك. طبعا عارفين كلنا الاعيان دول اللي هم الناس اللي معاها ايه؟ فلوس كتيره جدا. فقال لك ان ظهرت الارستقراطيين ده هم اللي هم طبقه الايه؟ الاعيان. قال لك ان هم لقوا نفسهم ان هم ناس اغنياء قوي، فقال لك احنا هنروح نحكم البلد بدل الملوك. يبقى الملك كان له لازمه في الوقت ده؟ لا. قال لك لا. يبقى مين اللي حكم مكان الملوك؟ النظام الايه؟ الارستقراطي. طيب الارستقراطيين دول اللي هم مين؟ اللي هم كان طبقه الايه؟ الاعيان. يبقى تعال نقولها تاني. ظهر عندي نظام وهو نظام الارستقراطيين. من هم الارستقراطيين؟ قال لك ده هم ملاك الاراضي، الناس اللي معاها فلوس، ممكن نقول عليهم اعيان، ملاك اراضي كتير. قال لك ان مع ضعف اثينا لانها كانت دوله قويه، الملوك ما عادش لهم اي لازمه تماما، فالاعيان دول او ملاك الاراضي دول جم وحكموا مكانهم. الشعب يسكت؟ قال لك لا. الشعب قال لك عمل ايه؟ كان بيطالب بحقه في الديمقراطيه. ديمقراطيه؟ انت عايز ايه يا الشعب؟ قال لك انا عايز انا اللي اختار الحاكم، وانا اللي اختار الناس اللي هتمثلني، وانا اللي اختار الناس اللي موجوده في المجلس. ما هو كل ده اسمه نظام ديمقراطي. يبقى النظام الديمقراطي ده اللي هو عايز ايه يا استاذ؟ قال لك عايز يشوف كل حاجه بنفسه. يعني هو اللي يختار الحاكم بتاعه، ده حقيقه، قرار الانتخابات. هو اللي يختار الناس اللي هتمثله، ده حقيقه، في المجلس. خلاص، فبالتالي كل ده لازم يتعرض على مين؟ على الشعب. فبعد كده يبقى هنا السؤال، لما يجي هنا اسال سؤال دلوقتي، ما النتائج المترتبه على حكم الارستقراطيين؟ هقوم قايل له ايه اللي حصل؟ الشعب عمل ايه؟ تصاعد المطالب الشعبيه بالمشاركه في الحكم وتحقيق العداله. يبقى الشعب عمل ايه؟ هقوم قايل له طالب الشعب بتحقيق العداله. طيب يا دي الشعب، احنا هنحالك العداله مفيش مشكله. فالنتائج المترتبه على ذلك قال لك ان خلاص الدوله عملت نظام سمته بالديمقراطيه، وعملوا ديمقراطيه. فظهر عندي النظام الايه؟ الديمقراطي. النظام الديمقراطي اللي حصل بعد طبعا ما الشعب صار وعايز يطلب مطالب، قال لك قام على 3 مبادئ. ايه هم ال3 مبادئ؟ قال لك اولا مشاركه المواطنين في الحكم والتعبير عن رايهم في القوانين اللي بتظهر. يبقى لازم يعبروا عن القوانين والقرارات اللي بتظهر. 2 قال لك اختيار القاده بالتصويت بدل الوراثه، لانه كانوا بيختاروا القائد بالوراثه، يجي ملك لما يموت يجي من بعده ابنه وهكذا. طيب 3 استقلال القضاء عشان يضمنوا ان هم عندهم ايه؟ عداله اجتماعيه. يبقى كل دي ظهرت عندي في الحياه مين؟ السياسيه. دويلات المدن، النظام الارستقراطي، والنظام الديمقراطي. نروح بعد كده قال لك على الحياه الاقتصاديه. طبعا كالعاده زراعه، صناعه، تجاره. استنى بقى يا استاذ عشان خاطر عايز افهم حاجه. هي مين كانت الدوله الوحيده اللي فيها ال3؟ اثينا كان فيها ال3. تمام. زراعه، صناعه، تجاره. مين اللي كان لها تجاره؟ ماشي. انت بتجاوب السؤال على نفسك واحده واحده عشان نفهم بقى. هنبدا بالزراعه يا استاذ. قال لك ان الدوله اصلا لو انا بصيت على اليونان مش هلاقيها بتعتمد كلها على الزراعه. ده هو مكان واحد كانت اثينا انا اهو هي اللي كانت بتعتمد على الزراعه بس. قال لك بسبب قله الاراضي الزراعيه. يبقى كده لما اسال سؤال اقول له الزراعه عندهم كانت كامله، هقول له لا ده كانت ايه؟ قليله. بسبب ايه؟ قله الاراضي الزراعيه.
زراعيه، يبقى الاراضي الزراعيه كانت قليله، فعلشان كده ما كانش حد بيزرع. نروح على الصناعه. قال لك الصناعه دي مهمه. ليه يا استاذ مهمه؟ قال لك لانهم اعتمدوا في الصناعه على صناعه حاجات. ثواني بقى كده، لو انا جيت الاحظ هلاقي ان سبارتا دي كان حكمها صارم جدا عشان الجيش، يبقى هيصنعوا ايه للجيش؟ اسلحه. لو انا جيت ابص هلاقي ان كريت بتتاجر بس تجاره بحريه، يبقى هيصنعوا ايه؟ سفن. شفت سهله ازاي؟ يبقى هقول له صنعوا الاسلحه وصنعوا السفن بالاضافه الى صناعه الفخار. يبقى عندي 3 صناعات: الفخار، السفن، والاسلحه. على التجاره. طبعا التجاره هي اصلا حضاره اليونان كلها قامت على الايه؟ على التجاره. قال لك التجاره ازدهرت فساعد ذلك على ازدهار المدن اليونانيه مما جعل اليونان اغنى الحضارات في عصرها. هم قايل له رقم 3 التجاره. التجاره دي لما ازدهرت ساعدت على ازدهار مين؟ قال لك الحضاره اليونانيه وازدهرت المدن اللي موجوده فيه. يبقى دي الحياه مين؟ الاقتصاديه. نروح على الحياه الفكريه والعلميه. هنسمع عن شويه ناس دلوقتي كانوا بيتكلموا عن الفلاسفه. الحياه الفكريه والعلميه قال لك بتقسم عندي 3 انواع: فلسفه وادب وعلوم. فلسفه وادب ومين؟ وعلوم. طيب الفلسفه قال لك كان من ابرز انجازات الحضاره اليونانيه حيث ظهر فيها فلاسفه، ناس بتعرف تتكلم. زي مين؟ 3 معروفين طبعا: سقراط، ارسطو، وافلاطون. دولت اللي كان ليهم اساس في الفكر الغربي. خلاص نروح على الادب. الناس دي كانت مؤدبه قوي، بس مش ده الادب بتاعنا. الادب ده اللي هو النصوص والبلاغه والشعر والحاجات دي. ده الادب. قال لك ان هم كانوا اصلا مزدهرين جدا في الادب، كانوا بيعملوا مسرحيات وشعر. العلوم قال لك ازدهر العلوم عندهم زي الرياضيات والفلك والطب، ومن ابرز علمائهم ابقراط. خلاص يبقى هم عندهم في العلوم رياضه او رياضيات وفلك وطب. من ابرز الطب ابقراط. يبقى دي حياه سياسيه اقتصاديه فكريه وعلميه. اخر حاجه موجوده عندي وهي العماره والفنون. رابع حاجه في الملامح وهي العماره والفنون. الناس ده كان عندها عماره زينا بالظبط وفنون زينا بالظبط. طيب العماره والفنون اتقسمت فنون او عماره ونحت. العماره زي ايه؟ هيبداوا يعملوا معابد. من اهم المعابد اللي موجوده عندهم وموجوده في مدينه اثينا معبد الباراسينون. من اهم المعابد اللي موجوده عندهم معبد الباراسينون. طيب معبد الباراسينون قال لك ده موجود مشتهر بالمعابد الضخمه والزخرفه اللي موجوده عليه. طب فن النحت قال لك بداوا ينحتوا تماثيل واظهروا التفاصيل بدقه. قال لك التماثيل دي كانت موجوده بدقه عاليه جدا. انا كده خلصت نص الدرس، نصه بالظبط. الحصه الجايه نتكلم عن الاسكندر والرومان ان شاء الله الحصه الجايه.